جلست في الفراش كنستناه على احر من الجمر. شفتو تعطل تاني وطلت دغيا من الشرجم. ما بليش، ولكن شفت الطوموبيله ديالو مازال. اذا اكيد هو غادي يكون داخل. جريت لبلاصتي، شويه كنسمع خطوات كيقربوا من الباب، وانا قلبي غير ما كيزيد يخفق وكلي كنترعد. اكيد هو، اه هو حل الباب. في الاول تفاجأ، ولكن من بعد ابتسم ابتسامه خفيفه وفي نفس الوقت شريره. سد الباب بالساروت وبدا كيقرب. انا كنترعد، يا ربي يا ربي عاوني، كيفاش غادي نتصرف معاه؟ عمر شي راجل قرب مني، واش غادي نجاوب معاه ولا نخليه يدير كل شيء؟ لحظه واحده ندمت، حيت كانت خلعاني الرده ديال الفعل ديالو، وفي نفس الوقت خايفه منه. جا نوضني من الفراش وانا عينيا غير في الارض، ما قدراش نهزهم فيه. شدني من كتافي وقربني لعندو بزاف، هبط راسو لعند راسي وقال لي في ودني: هذه هي اللي عمرك تحلمي بها. وابتسم، قالها بكل بساطة وتلقائية، وكيبتسم من الفوق كأنه كينتقم أو كيقصد يعذبني. طلقني ودخل الحمام كيصفر وعاجبو الحال. طحت الأرض، طحت ودموعي في عيني، كلها منزل عليا كالرصاص دايب وحرق قلبي، جرحني من أعماق ديالي، مسني في كرامتي وفي كبريائي. حسيت براسي كي شي شرويطة خانزة مرضاش يقيسها، أو أنني جرتهما قدامه. أخيب حاجة في الدنيا أنك تسلمي راسك راجل ويرفضك. علاش دار هكا؟ ملي ما باغيش علاش تزوجني؟ شنو درت ليه؟ الموت كان أفضل ليا 100 مرة ولا نسمع هاد الكلام. أول مرة كانت هان بهالطريقة وكانت تعامل بهاد القسوة. بقيت مليوحة في الأرض ودموعي شلال ما بغاوش يحبسوا. أما هو كان كيدوش ولا على بالو بحال ديما. خرج، كان لابس حوايج ديال الدار، ناشط وفرحان. خرج وسد عليا الباب كما العادة. أما أنا باقا منهارة وكلي كنرجف، مازال ما تقبلت الصدمة، ما حسيت براسي حتى سترت حالتي. وجبت دوك السوارت اللي كنت مخبياهم وحليت الباب. خرجت كنقلب عليه وحالتي حالة. غنواجهو، غنواجهو، أنا إنسان ماشي حيوان باش يعاملني هكا. الحسن الحظ ما كانش بعيد، بلي في المكتب ديالو شد الحاسوب. دخلت وزحت الباب على أحر من جهدي. كنغوت، علاش تزوجتيني؟ دوي، قل لي علاش تزوجتيني؟ قلتها بكل ثقة، ولا على بالي هاد المرة ما خايفاش منه، واخا يطرى اللي بغا يطرى. شكون بغا يكون هو كاع؟ ناضو ضرب للبيرو واتجه للجهة ديالي بواحد السرعة. انا رجعت اللور حتى لصقت مع الحيط. كيغوت عليا: اش كديري انت هنا؟ يا قلت لك ما تخرجيش، وشكون حل عليك الباب؟ ما سوقكش فيا، قولي علاش زوجتيني؟ الا كنتي غتعاملني بحال الكلبه ملي ما باغيش، علاش تقدمتي ليا؟ عطا الله اللي يتمناني، قال لي غتسكتي والله حتى نوريك الشغل. قلت له شنو يلا، شنو غادي دير وانت حابسني وكتمسح فيا رجليك؟ واش على بالك الناس جفاف وعبيد عندك كتعدى غير على الدراوش؟ كيحسب لك ما كاينش اللي يحميني ولا مقطوعه من الشجره؟ قال لي سكتي يا ملاك، سكتي، جمعي داك الفم ورجعي للبيت بسلام، راني محصل وما باغيش نغلط فيك. قلت له لا سيدي ما سكتاش، طلقني، طلقني، بغيت نرجع لبلادي، نموت ولا نعيش كي كلبه ومدلوله معاك. بزاف عليك الرجوله يا الشمعتة ديال الرجال. قال لي عرفتي شنو دابا؟ عاد غادي نعاملك ككلبه ديال بصح. هنا غادي نوريك يوسف، بغيتي غير داكشي، انا غادي نعطيك اللي باغاه وبزياده كاع حتى تشبعيه وتمليه. جمع معايا بطرشه هاد المره اقوى من الطرشه اللي فاتت حتى رعبت. حيد لي الفولار والوالي شعري بين يدو وبقى كيجرني للبيت. انا كنضرب فيه وكنحاول نحيد يديه، ولكن والو. كنغوت ربي اللي خلقني، ولكن تقول كاينه غير انا وياه في الفيلا. كاع الخدم اللي كنت كنشوفهم ما بقاوش بانوا لي. دخلني ورماني على الارض
وحالتي حالة نتوفى وكل دمايات. سد عليا الباب وبدا كيحيد حوايجو، وانا كنقول ليه والله تقرب لي ولا تمسني حتى نفضحك. كيضحك كيقول لي شنو غتقولي للناس، واش راجلي تعدى عليا؟ ياك انت اللي باغا هادشي، انت اللي جنيتي على راسك. كنقول ليه واش انت مريض؟ واش شويه مع راسك؟ عارف راسك شنو كدير؟ يوسف كيقول لي عارف اننا غادي ندوزو هاد الليله زوينه بزاف. انا ما كنجري ندخل في داك الدخيله ونسد عليا حيت هي املي الوحيد، ولكن هو كان اسرع مني، شدني ورماني بكل قوه. هاد المره فوق الفراش كيحيد لي في حوايجي بكل همجيه. تحول من يوسف الى وحش ما كيرحمش، وفوقتاش ما كنجي نقاومو كيضربني. تعدى عليا، تعدى عليا حيت عاملني بعنف كانني عاهره ما رحمنيش. كنغوت وكنبكي لكن كنشد لي فمي بيد واليد الاخرى جامع بها يدي بجوج. حاكمني بقى هكاك معايا حتى طلع الصبح، الليل كامل وانا مكرفصه. كنتألم وكنغوت وما كاينش اللي يعتقني. وملي سالا ناضو مشى للدوش وهو فرحان وكيصفر تاني، وخلاني انا في حاله يرثى لها. خلاني غارقه في دماياتي وغير مصدومه في هادشي اللي وقعني. ما عرفتش شنو الغلطه اللي درت في حياتي باش نتعاقب هكا، واخا نكون قاتله روح. ندمت على اللحظه اللي قررت نواجهه بها. كنت بقيت غير ساكته طول عمري يحسن لي من هاد العقاب اللي دمرني وقضى عليا. خلاني انسان بلا روح. ما تعاملش معايا هاد المره ككلبه ولكن كعاهره بنت الهوى. تعامل معايا بهمجيه وحيوانيه. تعدى عليا بكل ما يملك من قوه، كانه يطأر مشي عدو. بل اللي صار حدايا. حاولت نجرو عليا حيت كنت عريانه. اما الحيوان الاخر حيوان بزاف عليه لقب انسان. دوش وبدل عليه وهبط كيفطر كانه ما وقع والو، وناشط من الفوق. انا نط كنتمشى بزز، مشيت للحمام باش نخوي عليا الماء. بلي راسي في المرايه حالتي حاله، لحمي كله زرق. لحمي كله زرق والدم في وجهي، وعيني منفوخه بزاف بسبب واحد الضربه كانت جات فيا ملي كنت كنحاول نقاومه. انفجرت بالبكاء. بكيت على حالتي وعلى الراجل اللي بلاني به سيدي ربي. كنت نعرف هكا نفضل الموت. نفضل الموت وما نقبلش به. بكيت حتى ما قدتني بكيها وفشيت قلبي. بكيت بالجهد وما تسوقتي يسمع اللي بغى يسمع. من اليوم حلفت لا بقيت معاه. مستحيل نكمل مع هاد الدئب البشري اللي ماشي طبيعي. مستحيل يكون انسان. الحيوان وما يدرش هكا. الحيوان كيحن في خوه وكيحن في وليداته وكيحن في كل شيء. دوشت ولحمي كله كيضرني، لكن ماشي كتر من قلبي ومن الكبرياء ديالي اللي فقدته. النزيف عندي وما بغاش يحبس حتى شدتني الدوخه. خرجت بالزربه ولبست عليا واحد البيجامه، درت فوطه صحيه ومشيت نحل الباب، لكن سد عليا عاوتاني. سد عليا في الحبس. انا قلبت على السوارت ولكن ما لقيتهمش. غادي يكون اكيد داهم. بقيت كنستنى حتى ودن الظهر وانا باقا بوحدي في داك البيت. غادي نحماق. طليت من الشرجم ولكن ما بان لي لا هو ولا الطوموبيله ديالو. حاولت بشتى الطرق انني نحل داك المصيبه ديال الباب ولكن والو. حاسه براسي في حبس عمرني غادي نخرج منه. كنتمنى نلقى غير شي تليفون نقدر نعيط به لشي حد من المغرب، ماما ولا عمي، ما كيهمش. المهم نعاود ليهم على اجرى فيا، نعاود ليهم على اش دار فيا ولدهم اللي وليت كنحس من جهته بكره وبحقد عميق. وليت كنشمئز منه من ريحته اللي فوق التما. ندور كنشمها في لحمي. عفيته كرهته. بقيت على هاد الحالة غدا جاية حتى ما حسيت براسي. طحت سخفت وحتى شي حد ما جاب لي الخبر، لكن ماشي بسبب الأعصاب ولكن بسبب النزيف القوي اللي ما كنتش حاسه به بقوة الفقصة اللي كنت حاسه بها. طحت طيحة واحدة وما بقيت حاسه بوالو.
لا ألم جسدي ولا باطني. جاب الله الخدامة اللي كانت طالعة تمدلي الماكلة لقاتني، أما كوراه بقيت ما كنزف حتى موت وما يسقلي حتى شي حد الخبار. حلت عيني على عمي اللي كان حاط يدو على راسي وكيدعي معايا. في الاول كنت كنشوف غير الضبابة، من بعد توضحات الصورة. عمي ابتسم وخرج كيجري عيط للطبيب. انا في المستشفى. داك الحيوان وصلني لهاد الحالة. درت ولقيت راسي عامرة بسلوكة والسيروم فوق راسي، وعريانة ومغطية غير بليزار، ورجلي مهزوزي الفوق بواحد اللعيبة ما عرفت اش كيسميوها، بحال هادوك اللي كيولدوا. الالام قاتلني، ولكن الالم اللي في قلبي كان كتار وكتار. ودخل الطبيب بابتسامة مشرقة وكيضحك معايا وكيحاول يهدني، ولكن انا بدون استجابة. كنت مدمرة على الاخر. فحصني وخرج يتكلم مع عمي، واخا كنت كنسمعهم ولكن ما كنفهم حتى شي حاجه. كيهضروا بالزربه وبالفرنسيه. ولا دخل عندي عمي، ولكن هاد المره بوجه ما كيتفسرش، وجه متفاجئ، ملامحه ما كتبشرش بالخير، باين عليه الغضب وكيترعد. شكيت في داكشي اللي قال الطبيب، ياك ما حالتي خطيره او الاضرار كثيره. قرب لعندي وباس لي راسي. انا تشجعت وسولته بشويه، قلت ليه شنو قالك الطبيب عمي؟ قال لي والو بنتي، غير ارتاحي. كي كتحسي دابا واش شويه؟ انا عينيا ضرورو. قلت ليه عافاك عمي، عافاك الا ما تجاوبني، واش شي حاجه خطيره؟ قال لي لا بنتي، ما ديريش هكا، دموعك غاليين، انتي بخير الحمد لله وصحتك حتى هي مزيانه، عندك غير جروح سطحيه هي اللي خلاتك تنسفي بزاف. انا غير سمعت الخبر وشديت اول طياره، وماماك راها ما مخبرها حتى شي حاجه، ما بغيناش نشطنوها وهي بعيده عليك. قلت له من امتى وانا هنا؟ قال لي هذه 3 ايام. ولا شاف فيا وتنهد وقال اما داك الكلب الحمار الاخر انا اللي غنرب به ونوريه مزيان كيفاش يمد يدو عليك بهاد الطريقه، كيفاش انا خليتك عنده امانه وامنت عليك وثقت فيه. لا حول ولا قوه الا بالله. والله لا بقات فيه. انا كنبكي على احد من جهدي. لا عمي، لا، ما كنتظر منك والو، هو صافي ما كيهمنيش. كنترجاك تطلقني منه الا كنت عندك عزيزه، ورحمه بابا اللي خوك واللي من لحمك ومن دمك ما ترجعنيش ليه. رجعني لبلادي حدا ماما. ما بقيت باغا والو، لا زواج لا فرنسا، بغيت غير نرجع كيف ما كنت. كنترجاك عمي، كنترجاك عمي، عمي، الله يرحم والديك عمي، رجعني لبلادي. عمي مسكين حتى هو تغرغرو في عينو الدموع، هو حضني قال لي ما تقوليش هكا، ما تقوليش هكا بنتي. واش انا غنفرط فيك؟ واش انا غادي نفرط في بنت خويا العزيزه اللي كنشم فيها ريحه خويا عبد السلام؟ انتي راك عينيا، وداك الجحش حسابي معاه، حقك غناخدو بيدي. قلت ليه عافاك عمي، عافاك، ما باغا والو، غير خليه. الا كنت عندك عزيزه ردني للمغرب. قال لي نساي عليك هذا الموضوع دابا، اهم حاجه هي صحتك. براي بعدا وداك الساعه هاد الهضره فعلا تكيت وتهدنت كما قال لي عمي. وانا على قرار واحد، يستحيل نتراجع عليه، واخا تنطبق السما مع الارض، واخا نموت يستحيل نتراجع. غلبني الناس، واحد النعاس عميق حسيت فيه براحه. يمكن الهضره ديال عمي ريحتني شويه، وحسيت بانه كاين شي حد كيحميني. ما حسيت براسي حتى فقت، ولكن هاد المره ماشي في البيت اللي كنت فيه، في واحد البيت اخر، بيت عادي. هيدو لي سلوكا والسيروم ولبسوني وزرا ديال المريض. ودرت وبان لي عمي ناعس فوق الفوتاي، كان غارق في نوم وباين عليه التعب بزز مسكين. هادي 3 ايام وهو هو فوق راسي. بقيت شحال وانا متكيه كنشوف السقف حتى جاني الملل. تخنقت، قلت نخرج نشم شويه ديال الهواء. اوف، كنشمئز من السبيطارات ومن الريحه ديال الدوايات
وحتى دوك الجروح عاطيني الحريق بزاف. خرجت للجردة واللي كانت في كامل بهائها، وكتفتح النفس باش الانسان يتمتع بالمنظر وبالجو المعتدل اللي فيها. كانت عامرة بالناس. شديت واحد الكرسي وجلست حدا واحد العجوزة، كانت في اواخر الثمانينات على ما اظن. سلمت عليا وبدات كتهضر بلا قياس، بحال كتخوي قلبها عليا وعينيها كيغرغروا بالدموع. اما انا كالبهله كما العاده ما فهمه حتى لعبه، وغير كنهز راسي زعما راني كنسمعها. كانت كتعاود مسكينه من نيتها، بقات فيا. يمكن ظروفها حتى هي ربي اللي عالم بها، الله يحسن العوان وصافي. شويه كندور راسي بنت لي واحد الممرضه مطرطقه في عينيها وكتاكد باللي هي انا. جات لعندي كتجري وبدات كتخطب عليا. اللي فهمت انه ما كانش خاصني نخرج من بيتي. دخلتني وغطاتني وخرجات بابتسامه مرسومه على وجهها. صراحه اللي عجبني في فرنسا ولاحظته بزاف هو التنظيم، كل واحد مقابل شغله بدون اي تقصير. كيخدموا من النية ديالهم وكيتقنوا شغلهم كامل كيف ما بغا يكون، وكيتعاملوا مع جميع الناس بنفس المستوى، غنيا كان او فقيرا، وديما الضحك على الوجه ديالهم، الشيء اللي كيخليك تحس بالامان وبالثقه. صدق من قال عنهم مسلمون ولكن بدون اسلام. تكيت تاني حتى ما صدقت راسي انني لقيت فين دوز الوقت، حتى رجعوني لهنا. منين جيت وانا محبوسه؟ يا ربي السلامه. جاني شويه ديال الجوع لكن ما تجرأش نطلب الماكله حتى ينوض عمي. شويه كنسمع خطوات مغربيين عليا كيقربوا حدا الباب. تلفت وكانت المفاجاه، كان يوسف جا، حيتاش اليوم غادي يخرجوني من السبيطار. دخل عادي كأن شيئا لم يكن. دخل وجا يبوس لي راسي ولكن منعته، قلت ليه غير بعد من عليا. فاق عمي وقال لي بنتي واش فيك الجوع؟ انا غنجيب لك ما تاكلي حيت صافي غادي نخرج اليوم. قلت ليه واخا عمي. قال لي ها يوسف مشي كمل الاجراءات، يلا بالزربه، راه خصنا نمشيو للدار باش نرتاحوا، وباش نيت مالك ترتاح في الدار احسن من الجلسه في السبيطار. المهم جاب لي عمي ما ناكل وهو مشى كمل الاجراءات وخرجنا من السبيطار. وركبنا في الطوموبيل. عاوتاني كثيره بالجهد بزاف. انا بقيت متكيه على الشارجه حاضيه غير رجلي غادي واللي جاي. واخا حسيت بالدوخه حيت كنخاف من السرعه، لكن كتمتها في قلبي وحاولت ما نبينش. وصلنا اخيرا، نفس الدخله نفس الباب والجردة فكرتني باول مره جيت فيها. حسيت براسي كانني داخله للجحيم من جديد، ما عرفاش شنو تابعني من بعد. نزلنا وعمي اعطى الاشاره ليوسف. انا ما فهمت والو، تم جاي باش يهزني وانا نغوت غوته واحده ومشيت مور عمي دار لعندي وشدني من كتافي وقال لي مالك بنتي عاوتاني؟ هذا راه تقليد في العائله ديالنا، مش حال هادي، واش ما عاودت لك شي ماماك عليه؟ دورت راسي بمعنى لا، وعاد فكرت علاش دار يوسف هكا في المره الاولى باش جينا. ولكن راه درناها عمي المره الاولى زيدون انا ما باغاش، ما بقيتش كنعتبرو راجلي وما كتجمعني معاه حتى شي صله. يلا غادي نكمل كلامي. حتى حسيت به هزني بلا ما يتشاور. جيت نغوت ساعه غندير غير الشوها ونبان كالبرهوشه. اللهم نسكت احسن لي. طلعنا لنفس الطابق في اتجاه ديال بيتو. انا قلبي كيضرب 160. حسيت بنفس الالام اللي حسيتهم اخر مره في هذا البيت. غرغروا عينيا ملي تفكرت حالتي قبل ما نطيح. كنت كي شي حمقى غير كندور. داك النهار عمرو غادي يتنسالي ولا غادي يتحيد من قدام عيني. نزلني الوحش. بغيت نقول يوسف حدا الباب البيت وخرج عمي طلل عليا ووصاني نرتاح ونشرب دوا ديالي. من بعد عاد نهضروا على الطاوله ديال العشاء. داكشي اللي درت تكيت بحالاتي واخا هاد الفراش وقعوا لي فيه اسوأ كوابيسي وما بدلتش حوايجي حيت ما عولاش نبقى واخا تنطبق السماء على الارض. بقيت متكيه، فكرت نعيط لماما لكن قلت ما نزربش
حتى نشوف الهضره ديال عمي وعلاش ردني. حسن، حيت عارفه راسي الا سمعت صوت ماما ما غنقدرش نخبي عليها. اللهم نصبر. تفكرت صلاتي اللي سمحت فيها، ما عارفه من فوقتاش. يمكن ملي تزوجت هذه سيمانه. وشحال يا ربي، شحال بعت عليك. قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونضت وضيت وصليت. غير اليوم، حيت الايام اللي فاتوا كنت معذوره ماشي لخاطري. سبحت واستغفرت الله ودعيت الله يسر لي اموري. ايوا، يدير لي اللي فيها تاويل ديال الخير. في لحظه حسيت بلذة الخشوع والتضرع لله عز وجل. وما تمالكش نفسي. بكيت في الدعاء ديالي. كنت محتاجه نبكي ونخوي قلبي الله سبحانه وتعالى. مرما صليت ارتحت بزاف كأنه جبل ونزاح عن قلبي. فعلا القرب من الله نعمة ما كيحس بها تشي حد من غير الخاشعين المصلين التائبين المؤمنين. جمعت الصلاية وشعلت التلفازة كنتفرج شوية. كان برنامج مضحك. في الاول ما كانش على بالي ولا على قلبي ضحك، ولكن تفرجت وفاجيت على راسي شويه حتى كنسمع شي حد كيدور سارد في الباب. حل الباب ودخل. كان هو يوسف. دخل هو معصب ديما اصلا ولفت، ولكن هاد المره كيزدح وما عجبو حال، حتى بدا كيسب غير بوحدو. وانا في نفسي كنقول ليه غير طرطق، ما تجيش غير من جهتي وتجي فين ما بغات تجي. جلس على الفوتي وبقى شاد راسو. ما عرفت شحال علم الله فاش كيفكر. باينه بهدلو عمي، عبر عليه، هو اللي غادي يكون كيعرف ليه. شويه ناض وهو كيحل الصمته ديال السروال. انا دارت بيا الدنيا ومشيت بالخلعه حتى شفتو ما جايش من جهتي. عاد ارتاحيت. كان غادي الجهه ديال المريو، ولكن بلاتي علاش كيحيد حوايجو قدامي. دورت وجهي للحيط ولا جاني الفضول. ضربت فيه غير بنص عين وندمت. ويلي ولا السيد كيتعرى قدامي عادي زعم حتى لهاد الدرجه. جمعت عيني بلا ما نزيد نشوف شي منظر ماشي حتى لهيه كتر من الاول. شويه سمعتو ضرب رجلو مع الماريو حيت عيا ما يقلب على شي حاجه وما لقاهاش. المسعور دار من ناقص وخرج وهاز الصاك ديال شي صال. يمكن غادي يتريني. المهم كان لابس سبور. خرج وسد الباب. مشيت كنجري كنتاكد واش عاوتاني شاد عليا. والله الا دارها تاني. واش هاد الزمر ما عرفنيش غنطلق منه، كيتصرف معايا كانني مراتو وبحال الاول. تعصبت واتفقست وجلست كنضرب في الباب وكنغوت حتى حلوه عليا الخدم. وبنفس الطريقه ديك الشني ولا المغربيه قالت لك ما عنديش الحق نخرج بلا خبر سي يوسف. سعرتني وانا ندفعها حتى لصقت مع الحيط وطلعت لعند عمي حيت عرفت انه مازال الفوق. طلعت البيرو ديالو نشكي بيه. ما تستغربوش، ولا الدايره عمي هو الحميه ديالي. شكيت عليه ودمعت عيني عليه وقال لي دابا يدوي معاه وطلب مني نهبط نجهز راسي استعدادا للعشاء اللي في نفس الوقت غادي نتكلموا في الموضوع ديال الطلاقي من يوسف. طلاقي، هذا الموضوع اللي ما غنتنازلش عليه قدام عمي واخا ما عرفش علاش جابني لهنا ورجعني. وشنا هي هاد الهضره اللي غيقول لي انا كنثق فيه، لكن شنو ما كانت الهضره ديالو او الراي ديالو ما غنبدلش القرار ديالي. هذه هي الاخره ليا هنا. متشوقه نرجع لبلادي ونبدا حياتي من جديد، حياتي البسيطه اللي كنت فيها فرحانه وسعيده وكنقضي باش ما كان، واخا كانت صعبه ومحرومه مش حال من حاجه، لكن كانت الراحه ديال البال اللي كانت هي الاهم. توحشت الجو العائلي اللي كان في دارنا، توحشت الماما والخوتي والصاحبتي غيتا وزيدون. ما عندي ما ندير بشي زواج الا كان غير هكا. والله نعل النهار اللي قبلت عليه فيه. ما عرفش علاش دار لي هكا وعلاش تزوجني، علاش كيكرهني، ولكن ما كيهمنيش نعرف. اهم حاجه نتفك من هاد الحريره وان شاء الله ربي
ما غيخيبنيش. قديت راسي مزيان في الاول، ما كنت باغا نبدل، ولكن من بعد تراجعت. لبست سروال في الكحل وكبوت في الباج طويله حتى الركبه، وصباط بلا طالون وشال في البياض، ودرت شويه ديال البودر حيت كانوا علامات الضرب مازال باينين تحت عيني وفي الجهات ديال شفايفي. كملت وهبطت للسفلي اللي كان راقي. بقيت غير كندور فيه حتى وصلت للكوزينه، والخدم فوقت ما كيشوفوني كيعطوني التحيه. بقيت كندور في الكوزينه وكنشوف هاد الرقي والفخامه. ما سخفتش نخرج منها حتى بانت لي ديك الخدامه المغربيه. سولتها ونعتت لي صالون ديال الاكل اللي كان عباره على طابله عائليه كبيره بزاف وعليها عده اصناف مختلفه وغريبه من الاكل، ولكن ولا اكله مغربيه. كان عمي جالس في اكبر كرسي ديال رب العائله. شاف فيا وابتسم وطلب مني نجلس وقال لي كي بقيتي شويه شربتي الدواء ديالك؟ قلت ليه الحمد لله ربي يخليك عمي. قال لي وهكا نبغي بنتي ومرات ولدي ديما منوره. انا ما حملش نسمع داك كلمه مرات ولدي، ولكن كمتها في قلبي. شويه تم داخل يوسف مخشي في واحد القبيه وداير طربوش على راسو حمار وعرقان. كان داخل في لاصال، بغى يطلع نيشان البيت بلا ما يشوفو باه، لكن عمي حصلو طلب منه يدوش ويبدل عليه، ومن بعد يلتحق بينا بالفعل داكشي اللي دار. خلط علينا من بعد ما كنا بدينا نتعشاو، كيحطوا لينا في الطباصل غير شويه غير بزيقه تقول عاملين الريجيم. عمي كياكل بواحد الطريقه فشكل موس وفرشيط وبالقياس. غير غير داك النهار في الدار ديالنا كان كياكل بشراهه. الحياه هنا جد مختلفه. حاولت نقلدو في طريقه الاكل لكن فشلت. مالي على حالتي معذبه. هزيت طرف ديال الخبز وكليت كي موالفه، واخا ديك الماكله كانت فشكل ومسوسه. صبرت ودوزتها حيت كان فيا الموت ديال الجوع. من بعد جا يوسف محلق على الحاله بزاف على غير العاده. البارفان ديالو وصلنا قبل ما يبان. كان لابس جين في الرمادي والفوقاني كبوط خفيف البيض مع جاكيطه ديال القوير في القهوي. المهم السيد مسكسف على راسو وعايش حياته وجاي فرحان وناشط. غير قشعني غوبشت فيه وشاد بلاصتو وبدا كياكل بالزربه باش يسلت حيت كان باغي يخرج يسهر على برا. ولكن عمي شدو وما خلاهش يمشي وبدا كيدوي معنا بجوج. نضنا على العشاء ومشينا جلسنا فوق الفوتاي. عمي قال لي بنتي مالك، نتمنى تسمعيني وما تقاطعينيش حتى نكمل كلامي. انا باغي لك غير الخير، لا انتي لا ولدي وربي اللي عالم. هذا الطلاق اللي كتفكري فيه يستحيل يتحقق. انا ما زوجتك بولدي الا وعندي سبب مهم. يوسف وعدني غادي يتعامل معك مزيان ابتداء من اليوم، ولكن بشرط غير ديري داكشي اللي كيقول لك وما تخالفيش الاوامر ديالو، وعمره غادي يولي يحط عليك يديه ولا يمسك الا باذنك. كوني هانيه من هاد الناحيه. قطعته والدموع مغرغرين في عينيا وطحت على ركابي. قلت له ضحكتي عليا عمي، ضحكتي ياك، ضحكتي عليا. كيفاش انا تسيقتك؟ ياك وعدتيني تفارقني معاه. قال لي بنتي غير عذريني، انا متفهم شنو وقع معاك، متفهم كل شيء، ولكن عندي سبب قوي وما نقدرش نتراجع. انا ما زوجتكش ليه غير هكاك، وكان وعدك ما غيعاودش يمسك ولا يأذيك. قلت له شنو هاد السبب عمي اللي غادي يخليك ترمي بنت خوك الوحش ما كيرحمش؟ ياك شفتيني كيف كنت، شنو داز عليا؟ ولدك تعدى عليا عمي بالعربيه، ولدك تعدى عليا. الضرب المبرح والاعتداء الجنسي طول الليل. سيدي، ودابا كتقول لي نبقى مراتو؟ كيفاش يا عمي كتقول لي هاد الهضره؟ وشنو ياك في السبيطار قلتي لي غادي تحميني وغادي تعاقب هاد الهمجي الكلب الاخر؟ سمعني يوسف عيارته وخرج عينيه وناض بسرعه البرق وجمع معايا. عمي ناض كيجري كيفك، انا تحت الارض ويدي على وجهي ودموعي في عيني وساكته. هو جاي يكمل عليا وعمي كيجرو وكيعيط الجارديان يجروه برا. يوسف كيغوت كتقلبي عليا انتيا، كتقلبي عليا مره اخرى. والله ما جمعتي داك الفم حتى ندير ليك اكثر من داك الشيء.
الكلبه ديال بصح تعاون عليه عمي والكارديان وخرجوه بزز للجردة. هو كيغوت وكيحلف فيا. انا بقيت طايحه مصدومه من حياتي ومن قدري اللي جابني لهنا، قدري اللي لعب عليا وتقلب عليا. جيت كي اي عروس فرحانه بحياتها الجديده، ناويه تاسس دارها مع رجلها ودير وليداتها، ولكن انقلبت الايه عليا ومشيت برجلي لما لا يحمد عقباه. شافتني داك الخدامه المغربيه، نسيت ما نقولكم على سميتها هنيه، وهي الوحيده اللي جات عاونتني من بين الخادمات اللي كلهم كيتفرجوا من الشوهه ومن الذل اللي تعرضت ليه. جات عاونتني نوقف وطلعتني للبيت. طلعت وانا كنرجف وكنترعد متكية عليها وكنبكي بكاء صامت كله ألم وخوف. دخلنا للبيت، بغيت نقول للسجن والجحيم. جلستني هنية، وجهها فيه علامة ديال الشفقة. بدات تمسح لي دموعي وتهدني وقالت لي ثقي فيا اختي، يوسف والله ما هكا وعمرو كان هكا، عمك هو السبب وهو اللي ضاغط عليه بزاف. يوسف عمره ما اذى حد، عذريه راه في حاله نفسيه صعبه كلشي تجمع عليه. وهي كتكلمني عيطت ليها الشاف باش تهبط وتكمل الخدمه ديالها. سمعيني، تهدني وما تخافيش، وعافاك ما تعرضيش على والو، وحاولي تسمعي ليه وما تستفزيهش باش ما يأذيكش. هنا مشات وخلتني مليوحة على الناموسية. انا الهضره اللي قالت لي بحال ما سمعتهاش، دخلت لي من الودن وخرجتني من الودن. بقيت غير كنفكر في مصيري وفي الحريره ديالي، واش غادي يوقع فيا اكثر من هاد الشيء اللي انا فيه. وليت سمعت الغوات الفوق، كان صوت عمي ويوسف كيتعالى شيئا فشيئا. قررت نطلع باش نفرقعوا هاد الرمانه ولي ليها. الحمد لله ملي لقيت الباب محلول وتميت طالعه، وانا طالعه والصوت غير ما كيزيد يعلى ويجهد. هاد المره كان الصوت ديال يوسف كيغوت ربي اللي خلقو، وعروق راسو غادي يطرطقو، بركان وغادي ينفجر. انا قربت للباب ديال المكتب، كانت صنت عليهم وكانت الصدمه. سمعت الهضره اللي خلتني نفقد السيطره على نفسي ونشعل. كانوا كيهضروا نص بالفرنسي والنص بالدارجه، ولكن فهمت اغلبيه ديال الكلام. يوسف قال ليه ياك طلبتي مني نجيبها من السبيطار، انا جبتها. عاقبتيني على داكشي اللي درت فيها وحرمتيني من 5% من الارباح ديال الصفقه الجايه، وما قلت والو، وكنت مستعد انني ما نوليش ناديها ووعدتك كاع، ولكن الكلبه غير ما كتزيد فيه. انت سبب في كل شيء بابا، انت اللي خرجتي عليا، جبرتيني عليها وانت عارفني ما باغيهاش. بغيتي تربطني وتكتفني، بعدتيني على هذيك اللي كان بغيها. حرمتيني يا بابا من حب حياتي. هاد الشي كله بتهديداتك الخاويه اللي خليتيني نخدع عليها ونطبق شنو كتقول. ولكن من اليوم ما غتنفعش معايا. بغيتي تكتفني بنت خوك راك غلط سيدي. ياك دابا انت اللي جبتيها لي حتى من اليديه، وكما درتي فيا هكا غندير فيها اكثر من هكا. من اليوم انت اللي غتولي تخضع للشروط ديالي وترد لي حقي اللي ضيعتيني فيه. ونصيحه مني، بعد على سوقي وسوقها. ياك زوجتيها لي يعني ولات مراتي ملكي بوحدي، ندير فيها ما بغيت. من اليوم ما تدخلش فينا وما تقربش للجهه ديالنا. انا ما شعرت براسي حتى دخلت لعندهم مسعوره وانفجرت عليهم. انا داخله وكنصفق وكنضحك كنقول زعما عاملين سيناريو عليا. شويه استجمعت كل القوه ديالي وغوت بطبيعه الحال، ماشي على يوسف حيت عارفه راسي غادي نجيبها غير في عظامي. توجهت لعمي نيشان، قلت ليه حشومه عليك وعيب وعار. هذه هي بنتي وكنشم فيك ريحه خويا. علاش انا بالضبط؟ علاش؟ شنو درت ليك؟ اغتصبتيني في شبابي وزوجتيني بواحد ما كيبغينيش باش تحل الخلاف اللي بينكم. شنو دخلني فيكم؟ كتهضروا عليا كي شي حاجه كتشرى وكتباع.
استعملتيني فريسة لولدك بالوسيلة. ما كيهمنيش شنو بينكم ولا علاش متدابزين، اللي كيهمني انكم تردوني لدارنا بسلام. وكما جبتوني نهار الاول ردوني بحالي، ردوني بحالي. والله حتى نشوهكم. اه غادي نشوهكم. غادي نمشي عند البوليس ونعاود ليهم كل شيء، نشكي بولدك اللي تعدى عليا وتكرفص عليا، وبك حتى انت عمي اللي ضحكتي عليا. عمي نزل راسو للارض وباين عليه الاحباط، تنهد تنهيده طويله وقال لي يوسف طلقها، طلقها، وإلا كنتي غتعاقبني بها بالاحسن طلقها وترجع لبلادها. يوسف ضحك حتى شبع، قال ليه نطلقها على دخول الحمام بحال خروجو؟ انت اللي حكمتي عليا وعليها بهذا الواقع، اذا نتحمل المسؤوليه ديالك. شاف فيا وهو كيبتسم قال لي انت زيدي قدامي. قالت لك البوليس. خلعتيني، زيدي ولا نوريك. يلاه جاي شدني من دراعي، انطرت منه ودفعته. مشيت كنجري ولكنه كان اسرع مني كيف العاده، تبعني وشدني وهزني على كتافو، وانا كنغوت وكنضربو في ظهره بحر ما في جهدي. دخلني للبيت ورماني على الارض حتى تقسحت، وقال لي سمعيني مزيانه هذيك خيتي، والله تعتبي على هاد الباب لا حتى دوك الرجلين غادي نقطعهم ليك. هاودني منك الدخول ديالك والخروج الا باذني. وضحك ضحكه شريره وقال انا خارج دابا، ما تنعسيش، خاصني نجي نلقاك لابسه لي شي حاجه زوينه حيت وحشتك من هذاك النهار. غمزني وشد الباب ومشى وخلاني. يا ربي، شحال غريبه هاد الحياه، شحال غريبه هاد الحياه اللي كنعيشوها واللي كنمروا في الساعات ديالها بين لحظات وادوار كتجبرنا اننا نسلكوا خطاها ونتفاجئوا باحداث كيبعثرها القدر. عمري كنت كنتصور غادي نوصل لهذا المواصل او نعرف شنو مخبي لي الزمان. ندمت ندم شديد وبكيت وغوت ورضخت حدا الباب باش يحلوا لي تاني. اغوت بحر ما في جهدي، كنستنجد بماما كما موالفه نعيط ليها ملي كنحس بالضيق، لكن هاد المره هي ماشي حدايا. تمنيت كون قدرت نتواصل معها ونقول لها انني ضحيه مؤامره بين اب وولده. صيفطتني عروسه مزيونه ليهم وتكرفسوا عليا. فينك يا اياماتي، ايام العزوبيه والفقر والبحث على لقمه العيش، ولكن في نفس الوقت السعاده الروحانيه وراحه البال والصحه. قرب شي حد الباب وخطواته متوازنه كتوحي انها ديال عمي. حط يديه على الباب واكتفى بقول سمحي ليها وكمل طريقه. غوت عليه مور الباب وترجيت يحلي، لكن عمي هاد المره تصرف كانه لا دخل له في الموضوع. غسل يديه من الجهه ديالنا، سمح فيا وزاد. عراف راسو دارها قد راسو، عطى لولدو الفريسه ثمينه يقدر يستغلو بها باش يرجع له حقه. اللي انا مازال حد الان ما فهمتش شنو هو هذا المشكل اللي طاري بيناتهم. بغى يعاقب يوسف بيا، ساعه صدق العكس، وليت انا السلاح الفتاك في حربهم البارده. بكيت حتى ما قدتني بكيه، لكن البكاء ما عنده باش ينفعني وما غاديش يخرجني من هاد الوحله اللي انا فيها. داك الشي علاش فكرت نخدم عقلي، حيت الا بقيت غاده بهذا قصحيه الراس غنجيبها غير في راسي. تفكرت كلام هنيه ياسين دابا تحت ضغط نفسي، تحت ضغط نفسي حاد وما عرفش راسو اش كيدير. كيتحدى باه بيا، خاصني نعرف كيف نتعامل معاه وننقذ راسي منه بسلام. الا كان هو بصح ما كيأذي حد عاده غادي يسمع ليا وغادي نبقى فيه. فكرت نتكلم معاه بعقلانيه ونطلب منه السماحه ونترجاه يبعد عليا ويخرجني من هذه الوحله الرغبه وندل راسي عليه. هذا هو الحل الوحيد، حيت الا قاومته او تزايدت معاه غنوصل الى ما يحمد عقباه. هذا قراري. سمعت صوت ديال الطوموبيل برا كيكلاكسوني وشفت الساعه كانت 3 ديال الليل. نط ومسحت دموعي، كان يوسف وقلبي بدا كيضرب. مشيت غسلت وجهي وجلست كنستناه امله باش يحن عليا. طالع وهو كيصفر، كان صوتو كيتسمع حيت كلشي ناعس. حل الباب وشعل الضوء، شاف فيا وابتسم. قال لي قلت غادي تكوني نعستي حيت تعطلت عليك، ولكن علاش ما بدلتيش عليك؟ قلت ليه بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع. قال لي اش من موضوع في هذا الوقت؟ وهو كيحيد جاكيطه
وبدا كيقرب الجهه ديالي بنظرات شريره ومفترسه. انا تخلعت نط من بلاصتي وانا كنتفتف راجعه باللور، لكن لابد ما نضبط راسي ونسايس معاه. كمل كلامه، قال لي دابا غير اجي لعندي. قلت ليه عافاك، لابد ما تسمعني، هادشي مهم. لصقني مع الحيط وهبط وجهه لعندي كيشم فرحتي وكيتنهد. اختلطت انفاسنا والتقت الشفاه. قبلني قبلة حارة وبحنان ماشي بحال ديك المرة. يلا جاي هزني وانا حبستو. عافاك خلينا نهضرو. بهاد عليا وشاد يديه لعندو ودارت خنزيرة خفيفة كيسناني نقول ما عندي. شوف، انا وياك بجوج بينا تظلمنا بزاف بسبب هاد المؤامرة. انا عارفك انسان مزيان غتسمعني وما غتأذينيشي، وانا اكتر وحده اللي ظلمات وانت عارف هادشي مزيان. كنت عارفه انك مجبر عليا وما باغينيش عمرني كنت نقبل بهاد الزواج. كان عليك في الاول تصارحني والعيب عليا ديك الساعات لا قبلت بيك. انا اشنو ذنبي؟ جيت كأي عروسه فرحانه بحياتها الجديده مع راجلها وناويه تبدا حياتها في الحلال ودير وليداتها وتهتم براجلها وبدارها. ولكن وقع العكس. منين جيت وانا كنعاني وكنتظلم، حتى انت براسك ما رحمتينيش. ولكن انا مسامحاك دنيا واخره، والله ما مقلقه منك ولا هزه شي حاجه من جهتك في قلبي. لذلك كنطلب منك، بل كنترجاك تخليني بحالي وترجعني لبلادي. والله ما نعاود نقول شي حاجه، والله حتى انت ما تعاودش في وجهي. كنعتبر هذا الشيء صافي داز وتكمل بحال لي ما وقع والو. الله يهديك نتفارقوا بسلام. والله ما نعاود لشي حد شي حاجه، هذا سر غادي يبقى بيناتنا. شافيه ورسم ابتسامه خفيفه. قال لي ساليتي؟ ايوا مزيان، هادشي اللي عمرك ما غتحلمي به بنت الناس. دابا سدي عليا هاد الموضوع التافه واختاري بين جوج حاجات، يا اما تسلمي لي راسك بالاداب وكنواعدك من اديكش، يا اما قوميني مثل العاده وكنواعدك غنتكرفص عليك مزيان. انا صافي فشلو رجلي ما بقاوش يهزني، طحت على ركابي ودموعي هابطين. تصدمت من الهضره ديالو، كاع هادشي اللي قلت ما هادشي فيه غرام ديال الاحساس. يا ربي انا اشنو درت باش نتعاقب هكا؟ كنبكي وكنقول ليه كنترجاك ما ديرش بحال هكا وارحمني. قال لي كنستنى جوابك. قلت ليه هكا غير كتزيد عقد الامور. غوت فيا حتى قفزت من بلاصتي. قال لي جاوبي. قلت له انا مازال ما بريت، كنترجاك حن فيا. قال لي ما تخافيش ما غنقصحكش. قلت له الله يرحم ما عز عليك، عافاك رحمني. يلا جيت نكمل، تلقيتو هازني بسرعه البرق في اتجاه ديال الفراش. حيد لي حوايجي وانا اكتفيت بالبكاء بدون اي ردة فعل. كي شي صنم جمع يدي لعندي ومقنصه لحمي. قررت نغمض عيوني وما نولي نحلهم حتى نسالي. استسلمت وسلمت له راسي. سلمت راسي ليه. اش غادي نقدر ندير كاع؟ واخا انايا ما نقاوم ما غنجبها الا بضلوعي، واخا انايا ما نغوض بحر ما في جادي ما كاينش اللي غادي يعتقني منه. ما كان عندي الا هاد الحل. سلمت جسدي اللي ولا بلا روح، ولا جسد ما كيصلاح الا للمتعه، جسد ملك واحد كينتقم. الواحد كيبرد فيا الضغط اللي داز عليه، حيد حوايجو ومتلكني. كان كي شي ذئب جريح كيبرد غريزته الحيوانيه باش يرتاح من الضغط، كيفرغ فيا الامه وجروحه. بالحربده واحد شويه كنسمعوا صوت ديال الغوات الفوق. سمعنا الغوات مجهد، داكشي اللي خلاه يفيق بعد ما كان مندمج، بعد ما فقد كل حواسه وتحول ذئب. لكن هاد المرة ذئب جريح، ما كانش عنيف بحال داك النهار. ومع ذلك تقصحت بسبب الجروح، لكن اكتفيت بالالام ديالي في صمت ودموعي شلال. ناض بالزربه ولبس عليه وخرج وسد الباب بسوارت. انا نط ومسحت دموعي. كنسمع بزاف ديال الصداع على برا والناس بزاف، اغلبهم غير الخدم. كلشي كان مازال فايق وصوت ديال لابيلونس. المهم الدنيا مقلوبه.
انا لويت عليا ليزار ويلاه بغيت نمشي نطل ونعرف اش واقع. قشعت قطرات ديال الدم قليله على الفراش، تخلعت ومشيت كنجري للدوش نقلب راسي. كانوا الجروح تفتحوا لي من جديد ومر ما التأموا. زاد خوفي، ولكن تفكرت الهضره ديال الطبيب والبوماده اللي وصاني نديرها الا وليت تعرضت للنزيف مره اخرى. درتها، عاد حسيت براسي برد شويه وخف عليا الالم. تفكرت اش واقع ومشيت كنجري نطلل. كانت الصدمه اللي ما بعدها صدمه. عمي هزينو على حماله ومركبينو التنفس الصناعي. يوسف غادي في جنبو وهاز التليفون كيدوي واقيلا مع ماماه. نسيت ما نقول لكم، ماماه كانت خارجه المدينه بسبب شي خدمه طارئه وباين عليه علامات الخوف والتوتر. الخدم كيتفرجوا. قشعتني هنيه كنطلل ولوحت لي، ولكن انا ما شفتهاش. باقه بالي كله مع عمي. حاطه يدي على الزاج وعينيا مغرغرين. الدواء ويوسف تبعهم كيجري، حالته حاله ولابس سروالو ديال قبيله وقميجه محلوله. كان باين عليه خايف بزاف كيقفقف. بدات الجوقه كتفرق والضواوي طفاو من جديد. اما انا رجعت لبلاصتي متوتره اكثر من اي وقت، مخشيه في ليزار ديالي وكنبكي. ما عرفتش علاش، ولكن كنبكي باحر ما في جهدي. هاد المره ماشي على حالتي او على مصيري، لكن على ود عمي. ضرني قلبي وانا شايفاه بداك الحاله. كل منظر ديالو كيبكي الحجر. وتفكرت اخر هضره قلتها ليه، عاد زدت انفجرت وخرجت كل ما في قلبي. شويه شي حد بدا كيحل عليا الباب، دخل بالزربه وشد علينا. انا قفزت من بلاصتي، خصوصا كنت طايحه في الارض وعريانه. ليزار كان ملاوح حدا الناموسيه. هزيت راسي وكانت هنيه اللي لقيتها واقفه جامده في بلاصتها مستغربه من بشاعه المنظر اللي قدامها. جات كتجري ولوات عليا ليزار وعنقتني. انا ترميت في الصدر ديالها وكنبكي. شحال هادي ما عنقني شي حد بحنان. برت غديدي بالبكا وهي ما حست براسها حتى نزلوا دموعها معايا. قالت لي كنت عارفك غادي تعذبي، لا حول ولا قوه الا بالله. نوضاتني ودتني الجهه ديال الفوتاي كتمسح لي دموعي وتهدني. قالت لي بارك عليك الحبيبه من بكا، دموعك غاليين. قلت لها مات؟ ياك مات؟ قالت لي تهدني باش نقدر نعاود ليك. انا هادشي علاش طلعت. عمك جاتو جلطه قلبيه من النوع الحاد وكانت فايته جايه، وهذه هي المره الثانيه. لقاوه طايح في البيرو ديالو. قلت لها غيموت؟ ياك غادي يموت، قولي لي الصراحه حالته خطيره. قالت لي لا، سعفوه دغيا وان شاء الله ما غادي يكون غير الخير. تهدني وما تخافيش. قلت لها اديني لعندو عافاك، بغيت نشوفو نتسامح معاه. قالت لي مستحيل، ما نقدرش، واش بغيتي يوسف يقتلني؟ غادي هو كيوصيني عليك باش نحضيك ونقابلك. قلت لها نمشيو ونشوفوه غير من البعيد، عافاك. قالت لي فهميني، راكي كتعرضيني انا وياك للخطر. شويه هزات يديها وبقات تمسح لي على شعري. عمك ان شاء الله غادي يولي بخير، غير تاحي دابا. انا من نهار سمعت بهذا الزواج عرفتك غتكرفسي، لان يوسف صعيب بزاف، وخصوصا هو في حاله نفسيه مأثره عليه وعلى تصرفاته. ماشي ساهل داكشي اللي داز منه. منين جيتي وعيني عليك كنتي بريئه بزاف وداخله سوق راسك، واخا درتي فيا المره الاولى ولكن بقيتي فيا. وعرفت السعاده ديالك اللي جيتي بها ما غتكملشي، وشكوكي تحققات. هنيه انسانه جد جميله، زوينه بزاف، وشخصيه ديالها حنونه وكتحس غادي يكون عندها دور كبير في القصه ديالي. قالت لي نوضي يا حبيبه، نعلي الشيطان وخوي عليك شويه ديال الماء، طرفي حالتك ونعسي وارتاحي، وانا غادي نوافيك باي جديد. قلت لها غير خليني هكا، ما قداش نتحرك، كنحاول نستوعب هاد الشيء اللي كيطرى ليا. قالت لي بارك عليك من التفكير، دابا ارتاحي، انا غنعاونك الا بغيتي ونقابلك، غير ما تبقايش هكا. جلسه غير كتبكي وكتردي لقلبك. نوضي بعدا نديرو الدوش، شلي عليك. هي فهمات اش كان واقع. باش دخلات عرفتني انا وياه شنو كنا كنديرو. نوضتني وعاونتني في الغسيل، طرفت لي حالتي مزيان، مدت لي بيجامه ونشفات لي شعري، وبقات على راسي كتقرا ليا. وطلبت منها تنعس حدايا، حيت بصح حسيت بالامان معاها لاول مره ملي جيت لهنا لفرنسا. نعست ودموعي في عيني، كندعي مع عمي وكنطلب من الله يوقف معاه.
مسامحاه. انا مسامحاه دنيا واخره، واخا هو كان السبب في عذابي انا وولدو. ولكن سامحو. ما فهمتش علاش دار هكاك. ظلمني بزاف، لكن كيبقى عمي من لحمي ومن دمي، وداكشي اللي دار على ودنا عمرني ننساه. خير سابق علينا، وديما كان في المرتبه ديال الاب ديالي. يا ربي تشوف من حالته وتوقف معاه وتحميه من اي سوء. يا الله، النعاس حرام واش بغا يديني. كنت قلب من جهه ونرجع لجهه اخرى، ولكن غير كنتفكر اخر هضره قلتها لعمي قلبي كيحرقني وكنحس بالذنب. بقيت على هاد الحال حتى أدى الفجر. نط بلا عجز وتوضيت وصليت ودرت الدعاء وطلبت من ربي يشافيه ويعافيه. قريت شويه ديال القران، عاد حسيت براسي تفاجات عليا شويه. الا فبذكر الله تطمئن القلوب. رجعت شديت بلاصتي وداني النعاس اخيرا حيت غلب عليا العيا. ما حلت عيني حتى كانت 4 ديال العشيه. ما لقيتش هنيه حدايا، اكيد غتكون ناضت الخدمه ديالها. نوضت وانا كل كسل وضلوعي كلهم كيضروني وعاطيني حريق ماشي طبيعي. دخلت وغسلت حالتي من النعاس وتوضيت وخرجت وصليت. الحمد لله غير ملي لقيت النازف وقف، واول حاجه فكرت فيها هي نسول على عمي، لانني كنت مهوله عليه بزاف. عملت الفولار ديالي، ساعه لقيت الباب مسدود. عاوتاني هنيه شدات عليا، ركلت الباب برجلي حتى حرقوني ومشيت نطلل من الشرجم. لكن بنت لي الاجواء طبيعيه، كل واحد ملاهي في الخدمه ديالو. اوف، تفقست، حاسه براسي في الحبس. بقيت غادا جايه وفي راسي 1000 سؤال من جهه ديال عمي، خايفه عليه بزاف. بقيت هكاك شي نص ساعه، عاد شرفات لاله هنيه. قلت ليها حشومه عليك، مالي واش غادي نهرب؟ واصلا فين غادي نمشي في هاد فرنسا؟ قالت لي اناري خليني غير نشرح ليك. كان لابد اصاحبتي، كنت خايفه سي يوسف يجي ويلقاك برا ولا الباب محلوله، والله حتى يمرمدني. هايدي من قدامي نحط لك بعد الفطور، واخا ما بقاش وقته، ولكن تينا كي الخميره من الصباح وانا كنطلع عليك وشحال وانا كنفيقك ساعه والو. قلت ليها عتقي. واش عمي بخير؟ كيبقى؟ واش وقعت له شي حاجه؟ قالت لي الله يحفظه وينجيه. عيط لينا سي يوسف وخبرنا على حالته. الحمد لله خرج من مرحله الخطر وحالته الان مستقره، لكن مازال ما بدا يستجب للعلاج. المهم باقي في العنايه المشدده. انا مسحت على وجهي وحمدت سيدي ربي، عنقت هنيه وضحكت. ضحكت اخيرا من بعد ما غابت عليا البسمه من نهار حطيت رجلي هنايا. قالت لي كتباني زوينه بزاف وانتي كتضحكي، الله يخليك ديما ضحكه. قلت ليها امين. يلا نشوفه دابا عافاك. قالت لي وشنو قلنا اصاحبتي البارح؟ قلت لها حتى واحد ما عنده الحق في العالم يمنعني نشوفه، هذاك عمي. قالت لي غير صبري اصاحبتي حتى يجي راجلك ونشوفوا شنو غادي يقول بعدا، يمكن يديك. قلت لها هذاك غادي يديني. قالت لي دابا خلينا من هاد المواضيع، عندي ليك واحد الفكره زوينه واخا غادي نخاطروا فيها. قلت لها شنو عاوتاني شنو باغا؟ قالت لي سكتي وما تجاوبيش حتى نكمل. قالت لي انت دابا يوسف عيط قبيله كما قلت لك، امور ما قال لينا باللي عمك راه ولا بخير، قال لينا غادي يرجع اما اليوم في الليل ولا غدا في الصباح. علاش حنا دابا ما نستغلوش هاد الفرصه ونخرجوا؟ نيت نعرفك على باريس، اكيد غادي تعجبك بزاف وتفوجي شويه، حيت ملي جيتي وانتينا في القاهره وهي هذيك الحاله النفسيه ديالك تحسن. قطعتها قلت لا يا اختي كليت العصا بما فيه الكفايه، ما قد دابا على قتله واحده اخرى. قالت لي اوف، فين غادي يشوفونا؟ ضربيها على حسابي، ما عندك مناش تخافي، هو ديما عند الكلمه ديالو. قال غادي يرجع بالليل ولا غدا في الصباح، صافي هذه هي الكلمه ديالو، اكيد غادي يديرها. قلت ليها انا خايفه بزاف. قالت لي ديري يدك في يدي وثقي فيا، وحتى الى حصلنا انا غادي نتحمل مسؤوليه. قلت لها صافي موافقه، ولكن غادي نرجعوا بكري. قالت لي كوني هانيه من هاد الناحيه، انا حاسبه حسابي مزيان وغنخرجوا بلا ما يشك حتى شي واحد. هزيت انا راسي وقلت لها ولكن عندي شرط. قالت لي اما هو؟ قلت لها نهضر مع ماما. قالت لي حتى انا عندي شرط بالمقابل. قلت لها شنو؟ قالت لي غادي نعاونك، لكن ما تذكري ليها والو من هادشي اللي وقع معاك.
وحتى من عمك ما خصهم يسيقوا الخبر لوالو. قلت ليها كوني هانيه، اصلا صحد ماما على قد الحال، والله تسمع هادشي اللي وقع فيا حتى يشدها الكريز. انا المهم غير نسمع صوتها توحشتها بزاف. دمعات هنيه. قالت لي حاسه بك الحبيبه، المهم كولي بعدا ما تبقيشي بالجوع ولبسي عليك وهنا معاك. بالفعل درت داكشي اللي قالت، فطرت مزيان وتوضيت وصليت اللي هي اهم حاجه بحياتي. من بعد لبست عليا اجمل ما عندي، كسوه حجابيه وسخونه حيت كان الثلج برا والجو غزال كيحمقني الثلج. ما بغيتش نعمل المكياج حيت ما كان عندي خاطر ديال حتى شي حاجه. بلي البيسي ديال يوسف البارح بالزربه نسى مداه للمكتب ديالو. فكرت نحل فيسبوك ديالي اللي كان بينو وبينو شي سيمانه ونص ملي غادرت المغرب. شعلته ولكن ظهري معكس كيف العاده، داير له كلمات السر. ايوا نط نطلل من الشرجم على هذا الجو الاكثر من رائع، كيفتح للانسان النفس باش يخرج ويفوج. حلت عليا هنيه وكانت مقاده الحاله ديالها، جات غزاله كتحمق. لبست الجين في الشيبي مع كبوط والجاكيت، ودارت الميكاب وطلقات شعرها، وبلا ما نشكر لكم الجمال ديالها، غزاله بمعنى الكلمه، جمال طبيعي وفاتن. لقيتها جايبه لي الفيكس حسي مسي. انا غير شفتو خطفتو ليها وعيط لماما حبيبتي وكل شوق ليها، دموعي واقفين في عينيا كنستنى غير نسمع صوتها. قلت ليها الو، قالت لي شكون معايا؟ انا غير سمعت صوت الحنين اللي كنت مشتاقه ليه بلا قياس، انفجرت بالبكا. ماما ميزات صوتي وبدات حتى هي كتبكي، كانت موحشاني بزاف. قالت لي حشوم عليك يا بنتي، منين دفنوه ما زاروه مشيتي قلبتي علينا في خطره. شحال وانا كنصوني على عمك وعلى يوسف حتى شي واحد ما كيجاوب، تخلعت عليك كيف انتي بنتي لاباس؟ قلت ليها ماما توحشتك يا ماما، كيف انتينا وكيفنا هما خوتي؟ قالت لي حنا لاباس، وانتينا كيف انتينا بنتي؟ واش راجلك كيتهلا فيك ولا والو؟ وكيف كيعاملك، واش مزيان؟ انا في قلبي يا ماما كنت في حالتي تبكي دم. سكت وقلت ليها انا بخير وانتوما لاباس وخوتي لاباس عليهم؟ توحشتكم، واش نتوما ما توحشتونيش؟ قالت لي من ما توحشنكش يا الهبيله، المهم بقيت عيطي لينا غير تسولي فينا ما تنسيناشي ودوي معنا في داك سكايب. قلت ليها ان شاء الله. قالت لي وبنتي راه الدقان في الباب، بلاتي نعيط لك في نفس النمره ما تمشي بعيد. قلت ليها لا ماما ما تعيطي لي حتى نعيط لك انا، غير على ود ما تكلفيش على راسك صافي ماما. قالت لي واخا بنتي، نية المكالمة عندكم غالية بزاف ويلا خليتك على خير بسلامة وتهلاي في راسك وفي راجلك. قلت ليها بسلامة. حسيت بماما شكات من نبرة ديال الصوت ديالها، لكن حاولات ما تبينش ليا عليا قطعات. اما انا دموعي ما بغاوش يفطروا مور ما سمعت صوتها. عنقتني هنيه وخفت عليا، غسلت وجهي وتمينا خارجين، لكن ما طلقات مني حتى عملت لي شويه ديال المكياج باش ما نبقاش هكذا صفرة. خرجنا غير بالسلسة بلا ما يحس بينا حتى شي حد. شدينا الباب مزيان وخرجنا من الباب الخلفي، شدينا طاكسي في الدورة ومشينا، وانا كيتملكني نوعا من الفرح والبهجة، لاني ولأول مرة منذ ان وطأت قدمي فرنسا كنحس بالحرية وانني تحررت نوعا ما من القيد. لكن لا يخفى ان الخوف كيمتلكني وغالب عليا، خايفة نحصلو. حتى من هنية لحظات هادشي وحاولات ما امكن تفاجئ عليا وتنسيني الطريق كامله. خدانا الحديث وهي كتعاود لي على احوال الفيلا ولا القصر، كيفاش كيخدموا ونوع النظام المتبع والحياه الروتينيه كيفاش عملت تماك. بقات واخداني بالهضره حتى ما حسينا براسنا، حتى وصلنا لوسط المدينه، نزلنا وخلصت هي بطبيعه الحال. انا ما كنتش هازه معايا حتى ريال، شكرتها وكنت دايره في راسي انني ما نخليها تخسر عليا حتى شي ريال. ما بغيتهاش تضيع راسها على ودي. المهم ما خلت فين سارتني، حتى من المسرح دخلنا ليه
كانت واحد المسرحية رائعة، كيوصلوا المعنى للمتلقي بشكل فني ومبهر، وتأثرت بزاف بالمعنى داك القصة واخا كان عجزي على اللغة، ولكن هي كانت كتشرح لي مرة هاد المسرحية. عشت معاها ونسيت راسي وقصتي وكل أحزاني، وكذلك الطابع الكلاسيكي لمدينة باريس والمباني والزخرفة ديالها نستني راسي وتهت في ويام هاد المدينة. في التالي مشينا للمطعم، ما خلينا ماكلينا، ومن طبيعة الحال هي اللي كتخلص، ولكن وعدتها بأنني إن شاء الله قريبا غرض ليها هاد الشي مضوبل ضروري، حيت ما بغيتي شي وحدة تصرف عليا من جيبها وشي نهار تجبدو عليا. واخا هي الصراحة إنسانة جد رائعة، ولكن اللي ما فهمتوش علاش كدير هاد الشي كامل على ودي. الصراحة شخصيا جاتني غريبة هاد الطيبة كلها اللي فيها من جهتي. اللحظة شكيت، لأنني وليت قليل وصعيب نثق في الناس مور هادشي اللي دوست منه. مهم، كملنا نهارنا وما خلينا ما درنا، تسخرنا شي حاجة ترخاص ولعبنا في حدائق الألعاب مع الأطفال الصغار، وجرينا على بعضنا وفرحنا بزاف، وحسيت بواحد السعادة من نوع خاص، سعادة غمرت كل أطراف جسمي. واللحظة نسيت كل آلامي وأحزاني وتمنيت كون هاد النهار ما يساليش. تمنيت نبقى هكا ديما نضحك وننشط ونفرح من قلبي. نسيت الوقت والزمن والمكان، يوسف وعمي وماما، والخوف مشى، كل شي مشى. بقيت غير أنا في الطرق الباريسية الفخمة، رفقة سعادتي وفرحتي اللي ما كانت قداني بها الدنيا. حتى من هنيا فرحات بزاف ليا، أول مرة كتكتشف ملاك الحقيقية، ملاك القوية والفرحانة، ملاك اللي ضاربة الدنيا بركلة، كتعيش الحاضر ولا يؤلمها الماضي، وما كتفكرش في المستقبل. هذه هي ملاك. كملنا الرحلة ديالنا في حديقة لوكسمبورغ، إحدى أكبر الوجهات شعبية ورواجا في باريس. هي المكان الأمثل للاسترخاء والاستمتاع بهواء باريس، وكذلك مشاهدة الناس من مختلف أنحاء العالم. درنا فيها شوية حتى حسينا برجلينا صافي طابو بداو يعطيونا الحريق، وشدينا الأرض من بعد ما شرينا تقرميلة. ارتاحينا وارتحلنا في أطراف الحديث. هنية قالت لي ما شاء الله عليك، فين كنتي مخبية هاد النشاط كامل؟ فعلا فاجأتيني. قلت لها لا، وتعرفي مالك الحقيقية، وكي كنت في أبهى أيامي في المغرب كنت مفتحة كالوردة ومتفائلة وقوية وضحوكية. عمرني كنت كنتصور نعيش هاد الشي، الحزن والألم اللي خباه ملاك. الحمد لله على كل حال وصافي، هذه هي الحياة اللي ما كترحمش. هنية دارت لعندي وشدت لي في يدي وقالت لي عمرك تقولي هكا وتدفني راسك بيديك؟ ما نكرش انها دازت عليك كل هاد المده، لكن ما تستسلميش، انتي اقوى من هكذا. فرحي ونشطي وحاولي تعيشي الحياه كما هي، تمتعي بالقليل، الحياه قصيره وما تستاهلش الحزن والتعاسه. خليك ديما متفائله بالغد ونسي عليك الالم حيت ما كيجيش معاك. شوفت فيها بنظرة كلها ثقة، ملاك غادي ترجع وأقوى من الأول. مستحيل نستسلم لذاك الوحش، يستحيل نخليه يبرد فيا جنونه كل ليلة. هاد الألم غادي يحبس حده هنا، ما عندوش الحق يحبسني أو يجبرني على شحال من حاجة. هو مازال ما كيعرفنيش، كيترجل عليا ويفرض عليا عضلاته حيت انا بنت وما عنديش اللي يحميني. بغيت نطلق منه، بغيت نطلق، ولكن شكون غادي يوقف معايا؟ ما كنعرف حتى شي واحد هنا. وحتى اللغة ما عنديش، لا بد ما نلقى شي حل بأي طريقة. قالت لي غير استبعدي هاد الفكرة ديال الطلاق دابا، لأنك غير غتزيدي تعقدي الأمور كتر ما هي معقدة. هما عائلة عندهم نفوذ وشأنهم هنا كبير، وما غتقدريش عليهم بوحدك، خصوصا عمك دابا طايح ويوسف وخوتو هما اللي متحكمين في زمام الأمور. كنصحك تصبري على ما يوسف تفوتو هاد الأزمة ويولف عليك ويبرد، حيت دابا هو مبدل نهائيا، والله ما كنكذب عليك. دابا قدامك وحش ماشي يوسف، غادي يرجع كيف ما كان. تما عاد حاولي تلقاي الحل معاه وجبدي موضوع الطلاق. قلت لها هذا رأيك، انتي
انتي ما عارفاش شنو كنعيش معاه، ما نقدرش نتحمل كل هاد المده. فوقتاش غادي يبرد حتى يفرغ فيا كل العصبيه ديالو والجنون ديالو ويتكرفص عليا ويقتلني شي نهار؟ غادي نموت، غادي نموت الا بقيت هكا. راكي شفتي الحاله اللي لقيتيني عليها البارح؟ مستحيل نزيد نصبر. قالت لي انتي غير تبعيه وما تعارضيش، ما غاديش يأذيك كنوعدك. انا بقيت كنشوف فيها، قلت ليها نسولك الا كان ممكن، كيفاش كتعرفي عليه هاد الشي كامل، وعلاش كتعامليني هكا؟ ما غاديش نقول لك الا قلت لك شكيت في كل هاد الطيبه. ضحكات هنيه حتى شبعات وقالت لي من حقك تشكي من بعد هاد الشي اللي داز عليك كله، بكل بساطه لانك كتخصي يوسف. انا استغربت، قلت لها كيفاش؟ ما فهمتشي، ممكن تزيدي تفسري لي؟ قالت لي وهي مبتسمه، ابتسامه خفيفه ولكن التعابير ديالها تغيروا. نزلات راسها الارض وقالتها، قالت حيت كنبغيه، او بالاحرى كنعشقو. انا عينيا خرجوا 20 سنتيمتر الى الامام وفمي تحل 180 درجه، وحسيت بالدنيا دارت بيا. وقالت لي ما تشوفيش فيا بحال هكا عافاك. انا بقيت غير كنتمتم وفي لحظه شدتني الضحكه وقالت لي انا عارفه انك دابا مصدومه فيا ويمكن عند بالك شي حاجه اخرى، لكن ما تحكميش عليا، ما تحكميش عليا داغيا حتى تسمعيني. وولات هزات راسها للسما. اخيرا اخيرا غادي نبوح بسري لشي حد، سر خبيته في الداخل ديالي لاكثر من 10 سنين. وتنهدات والملامح ديالها كيوحيو بالجديه والحزن. وقالت لي غنرجع بك 10 سنين اللور، ملي جابني عمك لهنا لفرنسا. انا ماما كنت خدامه مع عمك في الدار اللي عنده في الرباط. الوالد ديالي مات وخلى ماما باربعه ديال الولاد، خوتي كلهم انحرفوا حتى من اختي الوحيده خرجت للدعاره. الوالده ديالي كبرات وعيات وديما كتشكي على عمك، وفاش شافها كبرات وصافي ما بقاتش قادره تخدم وقادره على المسؤوليه ديالي، خصوصا انا عاد عندي 10 سنين. تبناني ووعد ماما بانه غادي يتهلا فيا وغادي يقريني حتى نخدم ونكون راسي. فعلا دارها، جابني لهنا لفرنسا وقراني في احسن المدارس وكان كيعاملني بحال بنته، ولكن ساكنه في غرف الخدم والخدم هما اللي كيهتموا بيا حتى وصلت لهذا السن. ولكن كما جيت بدات قصه حبي، حب حياتي اللي عشقته بكل الجوارح ديالي وكنت مستعده نفديه بحياتي وغنبقى نبغيه لاخر يوم في عمري والاخر نفس. انا من نهار اللي جيت لهنا لفرنسا بديت كنكتشف اسرار الاسره، لكن ما كاينش اللي خدالي بالي اكثر من يوسف. كان شخص جد هادئ وداخل سوق راسو من صغره، حنين في نفس الوقت قاسي وصعيب، كيبان متكبر من برا لكن ما كيقدرش يخبي الحنان ديالو وعطفه. كبرنا مع بعضياتنا وكان ديما معتبرني في المرتبه ديال اختو، لا اكثر ولا اقل. كيعاوني الا احتاجيت شي حاجه وكنت دائما الملجأ ديالو، كيفرغ عندي كل احزان وفرحه. بالنسبه ليه كنت صديقه وفيه ومحبه، خصوصا انه لطالما كان وحيد وكيحس بالنقص والتمييز بينه وبين خوتو من طرف باه. لكن انا العكس، لطالما شفت فيه بنظره مختلفه، نظره عشق جنوني وحب الى ما وراء الزمن. عشقت بكل جوارحي، هو كيضحك وهو كيبكي، كان كالملاك، لكن عمرني تجرأت نعترف ليه. خفت نخسره، خصوصا ان الفرق بيناتنا جد شاسع. احتاج النهار اللي حبست فيه القرايه وكملت الخدمه ديالي عندهم كخدامه، هو كان زاد كبر وزيان، خصوصا باش دخل الملاكمه. لطالما فرحنا بانتصاراته، تكلف حتى هو بالشركه مور ما تخرج، لكن كان حاس ديما بالتمييز من جهة باه. بقينا على هذا الحال حتى لواحد النهار اللي فكرت فيه نعترف ليه بحبي، لاني صافي كنت حسيت براسي وصلت لدرجه مخنوقه، خصوصا عمك كان كيفكر يخطب ليه. تما قلت لي ليها ليها، لكن هنا حدث ما لم يكن في الحسبان. هنا تصدمت صدمة حياتي. ذاك النهار كان عقل، كانت الشتا مجهدة، كنت مستعدة نفسانيا وروحانيا باش نعترف ليه. كي نشوفه كي يرجع من الخدمة، هنا غادي نحطو العشاء
وغادي نعترف ليه. والعائلة كانت كلها مجموعة، حتى من خوتو وعيالاتهم حاضرين. سمعت صوت ديال الطوموبيل وقلبي بدا كيخفق بحال ديما، وقلت اكيد هو. زناقيت بحال اول مره غنشوفو، ومشيت كنجري كنحل الباب. لكن هنا تلقيت اكبر صدمه في حياتي. يوسف كان جاي وجار معاه بنت فرنسيه. ابتسم لي ودخل كيجري هو وياها. كان فرحان بزاف، غادي يقدمها لوالديه على اساس البنت اللي كيبغيها ويعشقها. تما تحطمت ومت وعشت. ولكن ما دامش حزني، حيت عمي عارض عليها على ود. هنا وقفتها بحجة ما بغيتش نعرف لا عليه لا على عاشقته اي حاجة. ما بغيتش نعرف القصة ديالهم وعلاش عمي رفض. ما بغيتش نعطف عليه، ما بغيتش نسامحه او نعذرو على افعاله اللي دار فيا. تفهمتني هنية وكملات الهضرة ديالها. كما قلت لك، عارض عمي وجبرو يتزوج بيك بزز عليه وهدو بشحال من حاجة. لقى يوسف راسو تحت امر الواقع. ايوا هنا راكي عارفه الكماله وعشتي كل شيء لحظه بلحظه. قلت ليها ولكن انت علاش كتعاملي معايا هكا؟ المفروض تكرهيني حيت تزوجت وياك انت كتبغيه. ابتسمات هي ابتسامه بريئه ونزلوا من عينيها جوج دمعات. قالت لي غادي نكذب عليك الا قلت لك انني ما كرهتكش وما حقدتش عليك قبل ما توصلي لفرنسا. واخا كنت عارفه ان يوسف ما كيبغيكش، لكن ما كنتش نقدر نتحمل نشوفه كيلمس واحده اخرى او غادي ينعس هو وياها في بيت واحد قدام عيني. كنت غنموت وغادي نحماق باش مشاو يجيبوك، حتى انني فكرت في الانتحار شحال من مره. لكن تراجعت وحلفت ما نخليكم تجمعوا. وكنت مقرة انني غادي نحبس هذا الزواج. حتى قلت تهنيت من استريلا. الاسم استريلا الاسم ديال العشيقة ديال يوسف. لكن انتي خرجتي لي من الجنب وبقيت حاقدة عليك حتى النهار اللي وصلتي لفرنسا لعدنا. جيتي وبدلتي الجو وبدلتي نظراتي عليك. غير سمعتكم وصلتوا ومشيت كنجري نشوفك ونتربص بيك بنظرات كلها كره. لكن كنتي جد بريئة نازلة وكتكتشفي العالم ديالك جديد غير حلة فمك وكدوري في عينيك. يوسف جرك بقسوة، عرفتو غيتعدى عليك حيت عارفاه ما كيستسلمش ولا بد ما ينتقم. وانتي داخله فكرتيني في راسي واول نهار حطيت رجلي هنا خفاف حقدي عليك وحاولت نتقرب منك. كنتي جد عفويه ونيه حتى النهار اللي تعدى عليك يوسف. كنت كنسمع كل شيء، حتى الغوات ديالك سمعته. انا شفت فيها بخجل. قالت لي ما تستغربيش، لطالما كنت كنسمعكم وكنسمع حتى الحوارات ديالكم. بقيتي فيا وتمنيت كن عتقك من يديه، حيت عارفاه ما كيرحمش، عارفاه كيبرد فيك غدايدو، عارفاه ماشي يوسف ديال شحال هادي. زدتي عزيتي عليا وفكرت نساندك باي طريقه نحميك منه، حيت فكرتيني في راسي غير ظروفنا مختلفه. ضحكات والدموع في عينيها ولات قاتلي. انا عارفه عمرو بغاني وعمرو غيبغيني وعمرو غيكون ليا، ولكن موعده راسي عمرني ننساه. هو الاكسجين باش عايشه. ما كيهمشي الا بغى واحده اخرى ولا الا تزوج بها. المهم غير نبقى حداه ومراقبه من بعيد، نعشقه في صمت. هنا هنيه انفجرات بالبكا وانا اكتفيت بقيت كنهدن فيها من بعيد وبحدود. تقدروا تسميوه نفاق، لكن فعلا شي حاجة منعتني. ركبنا ورجعنا بحالاتنا لأننا فعلا كنا تعطلنا شوية ونسينا راسنا في الهضرة، ما رديناش البال للوقت. ترك كاملة وأنا ساهية كنشوف راسي بحال لا راني في متاهة ما غاديش نخرج منها. الحياة كتلعب معايا والقدر كل مرة كيصدمني. غير البارح كنت كنفكر في المأساة ديالي، حتى خرجت لي اليوم قصة هنية اللي ظلمها الزمان. شحال صعيب تبغي واحد وانت عارف عمره يكون ليك. تمنيت كنت تبدل الزمان والمكان وكان يوسف من نصيبها لأنها فعلا تستاهله. بقيت سارحة في تفكيري حتى فقت ملي تفكرت يوسف اللي غادي يرجع هاد الليلة وما عرفتش شنو ناوي يدير فيا عاوتاني. ركبني الخوف والقلق مور ما كنت نسيته، مور ما رميت كل أحزاني مورايا. لكن رجعت للواقع المعيش،
غادي نرجع هاد الليلة ليوسف، وخا ما كاينشي اللي غادي يفكني منه. يوسف اللي قهرني تصرفاته واللي كيدمرني بها. ما فهمتش امتى ناوي يبرد ويسالي انتقامه ويعطيني بشبر اتساع، ولا ناوي دوزها عليا حياتي كاملة. رجعت وانا كندعي الله ونطلبه في نفسي انه يكون مازال مرجع، وفي نفس الوقت ما يدير ليا والو. وصلنا اخيرا منتقلين بالسيكان والاشياء اللي شريناها. دخلنا بحذر ومن الباب الخلفيه، وطمئنا ملي ما شفناش الطوموبيله ديالو. تفارقنا انا وياها في الدروج، وشكرتها على الخرجه اللي فعلا فاجاتها ليا وخلتني نولي نشوف الدنيا بامل وتفاؤل اكثر. فعلا ارتحيت نفسانيا على كما كنت. وتميت غدا طلعه حتى ولات عيطات لي هاد المره. جات كتجري وعنقتني وطبعت قبله خفيفه على خدي، ومدت لي ساروت اخر زايد باش نبقى نخرج من البيت فوقتاش ما بغيت، ملي ما يكونش يوسف طبعا. فرحت بزاف وشكرتها ووصاتني على سرها يبقى بيناتنا، ومشات وهي راسمه ابتسامه كتعبر على الارتياح ديالها العميق. اكيد ارتاحت مرمى لقات لمن تخوي قلبها. طلعت كنجري كنبدل عليا قبل ما يجي هداك خونا. لبست البيجامه ديالي وتوضيت وصليت ودعيت كالعاده ربي يدير لي اللي فيها الخير. دارت داك 9 الليل والسيد مازال ما بان. ماشي مشتاقه فيه ولكن خايفه منه، ولا كالكابوس بالنسبه ليا. كنستنى غير امتى يجي ونعرف شنو يدير هاد الليله باش نلقاه راسي الحل. استنيت حتى عييت لكن ما بانش. قررت ننعس واللي ليها حتى بداو كيتغمضوا عينيا وانا كنسمع صوت ديال الطوموبيل. تهزت من بلاصتي ومشيت كنجري نطلل. فشلت من اللي عرفته هو. قلبي بدا كيضرب، خايفه منه بزاف. نزل وكانت صدمه. كان حمر وعينيه مغرغرين محطم لاقصى درجه. اول مره نشوفه في هاد الحاله. رمى السوار ديال الطوموبيل في الارض وجلس على الكرسي اللي كاين في الجرده وكيبكي. قشعت هنيه كتشوف فيه وكتبكي، وحاطه يديها على الزاج وما كرهاش تمشي لعندو. اما انا غادي نكذب عليكم الا قلت لكم ماشي كتر منها واقيلا. حسيت باحساس غريب داك الساعه، ما عرفتش شنو هو، وما حسيت براسي حتى لقيت راسي حداه. نزلت لعندو، ما عرفتش كيفاش داوني رجلي لعندو مع انني كنكرهو، لكن ما تحملتش نشوفه في هذيك الحاله. ما قدرتش نميز شعوري، واش هو حب ولا اهتمام ولا واجب ولا اعجاب ولا ضد فهنيه، حيت يمكن غرت منها خصوصا ملي شفتها كتراقبه من بعيد. احساس في شكل خلاني نقرب ليه ونهز يديه لعندي. هزيت يديه بكل حنان وبديت كنلمس عليهم بحال كنواسيه. ما كنتش حاسه او عارفه براسي اش كندير او بالعواقب ديال هاد الشي. هو هز راسو، شاف فيا بنظره كيغمرها الالم والدمار، نظره قاتله بحال كيخبرني انه عيا وبغى يرتاح، ان الحياه قصات عليه، كانه كيستنجد بيا. مشات في لحظه واختفت. النظرات ديالو المعتاده اللي كانت كلها قسوه، النظرات كلها محطمه ومألمه. ابقى شحال هو كيشوف فيا وانا كنستنى شي تصرفيقه ولا شي ضربه من عنده، لكن ما ضربنيش كيف المعتاد، بل لو يديه على خصري وجرني لعنده وهو جالس وخشى راسو في كرشي كيبكي على احر من جهده. كان كيشي طفل بريء ارتمى في احضان ماماه. تصدمت من ردة فعله لدرجة ارتبكت وما عرفت راسي شنو ندير. واش انا كنحلم؟ واش هذا هو يوسف المتسلط، يوسف القاسي والعنيف اللي ما كيرحم حد؟ هزت عيني، ما بنتليش هنية، يمكن شافتنا ودخلات بحالها. بكى يوسف حتى شبع، بحال كان كيخرج ما في قلبه باش يرتاح. تفزق لي الفوقاني ديال القميجه ولا هز عينو فيا. طلق مني وناض وتقابل معايا، كيشوف فيا هاد المره بنظرات غريبه. شد لي في يدي وجرني موراه دايني لبيتنا. ما عرفتش شنو ناوي يدير لكن ما سولتوش وما نطرتش يدي من يدو. حط يدي في يديه وتابعاه باحاسيس في شكل ما عرفتش راسي علاش درت هكا، علاش حنيت عليه، علاش وليت كنحس معاه بالامان مع انه اكثر واحد اذاني. فقط تبعته واكتفيت بالصمت. حل الباب ودخل.
تبعتو وسد علينا ورمى السوارد في الأرض وجلس على الفراش، وأنا غير مراقباه من البعيد. ودوز يديه على راسو وتنهد، عينيه غير في الأرض، ما هزهمش فيا قاع، ولاو غير كيغرغرو حمرين بزاف. نزلو زوج دمعات على خدو اللي كان كيبري بقوة الدموع ديال القبيلة. بغيت نسولو مالو ولكن ما قدرتش، خفت ووليت سكت بحالي. شويه سمعت صوتو اللي كان كيغمرو انين الالم والندم، وهو شاد في راسو: انا سبابك يا بابا حتى وصلتي لهاد الحاله. بغيت نقرب ليه تاني بحال قبيله، نعطف عليه، ولكن جاني الخوف بزاف وتراجعت. ولكن هو غير شويه وهز راسو وشاف فيا شحال، طلعني وهبطني مزيان وجمع الوقفه بواحد السرعه خياليه حتى قفزت. تبدلوا النظرات ديالو ومسح دموعه، كيشوف فيا شي شوفات في شكل وكيقرب شويه بشويه للجهه ديالي، وانا راجعه باللور، راجعه وكنقفقف بالخوف حتى تسطحت مع الحيط وما بقى عندي فين نهرب. اما هو غير ما كيزيد يقرب للجهه ديالي، حيد الجاكيطه ديالو ودوز يديه على شعرو، وانا قلبي غادي يسكت، حاسه بيه غيطيح بالرجلي. ماشي معقول يولي يديرها، ماشي معقول يبقى يتعدى عليا هكا كل ليله، لازم نمنعو باي طريقه. يا رب الحبيب، يا ربي عاوني، يا ربي كون معايا وحميني. ولكن وصل لحدايا وعينيه ما بغاوش يحيدو مني، دار يدو مور ظهري وهبطها لخصري وجرني بقوه لعندو. انا غمضت عيني وما قدرتش نزيد نشوف، اكيد غادي يولي يديرها. هذا هو يوسف المنتقم اللي ما في قلبه لا رحمه لا شفقه، والحقد عامي عينيه. لكن تفاجأت ملي عنقني هاد المرة بحنان عارم، وفي نفس الوقت بقوة حتى خنقني. حسيت بضلوعي يدخلوا في بعضهم، احتواني بكل المعاني، زير عليا كأنني غادي نهرب. هاد المرة جد مختلفة على عكس الأيام السابقة، ماشي كيف ما كان كيعنقني في الفراش بشهوة فقط لإرضاء غريزته أو باش يبرد جنونه. ما عرفتش علاش دار هكا، علاش؟ واش هذا هو وجه يوسف الحقيقي؟ واش بصح خطأت في حقه وظلمته باش دار لي هكاك؟ واش هذا هو يوسف اللي عودت عليه نية؟ عيني هاد المرة ما كيكذبوش، عيني هاد المرة ديال شخص بريء قهراتو الدنيا وعيان الضغط، بغا غير يرتاح، بغا يلقى حضن يعطف عليه، حضن يحميه ويحتويه، حضن ينعس عليه ويحس بالدفء والحنان. انا بدوري بدلته نفس الاحضان وزيارت عليه، دبت في احضانه ونسيت راسي، نسيت كل شي وما دار فيا. ولحظة توقف الوقت وتوقف الزمن. خرجت عن المادة الطبيعية، انتقلت لعالم الأحاسيس ولا شعور، اترفعت ومشيت بعيد على الوجود. أنا مسامحاه، أنا مسامحاه. إلا كان هذا هو يوسف الحقيقي، وخا ما عرفة لا قصتو لا شنو داز عليه، ولكن شي حاجة خلتني نسمح ليه من قلبي، وخا ما نطقتي بيها. شي حاجة خلتني نستسلم ليه وننسى كل شي، نعيش معاه هاد اللحظة اللي تمنيت أنها عمرها تسالي. خدونا رجلينا الفراش وحنا في أحضان بعض، تكينا. يوسف حط راسو على صدري وتخشى فيا كأي طفل يرتمي لأحضان ماما موحش ليها. حط راسو نعس، أما أنا بقيت كنلعبلو في خسالات شعره الذهبية. كان كل ملاك هو ناعس، حسيت به ارتاح مر ما بكى داك الشي كامل. البكاء ماشي عيب ولا كيطيح من قيمة الرجال، ولكن الإنسان خاص فاش تضيق به الدنيا يبكي من قلبه، لأنه هو الملجأ الوحيد للإنسان، سواء كان مرأة ولا راجل. البكاء رحمة. ادتني عيني لأول مرة ونعست بسلام، والأول مرة في حضن عاطوف اللي غمرني بدفئه، والأول مرة نعست بلا ما نفكر في الغد ولا في المستقبل. نعست وأنا عايشة اللحظة الحاضر. صباح وفقت على نور عليل يغمر كل أرجاء الغرفة، ويحمل في طياته البهاء والفرح، فرحة من نوع خاص، فرحة تداعى لها سائر جسدي. فقت وفي حضن يوسف اللي كان في سابع نمو وريوقو سايلين. كان المنظر ديالو جد مضحك كي شي بيبي. بقيت كنشوف فيه ونمسح ليه على شعره حتى فاق، حل عينيه بكل براءة كانوا منفوخين بالبكاء.
انا درت براسي ناعسه قبل ما يشوفني، ما قدرتش نواجهه، حشمت منه، او بالاحرى بغيت نشوف ردة الفعل ديالو مور ما دوزنا كل هادشي اللي وقع بيناتنا، واللي كنعتبره انا احلى حاجه وقعت لي في حياتي. لاول مره كنحس باحساس غريب، احساس سامي، حل عينيه اللي كيحمقوني كانوا منفوخين ودار فيهم الشعاع ديال الشمس ديال الصباح، الشي اللي عطاهم لون ازرق فاتح على خلاف لونهم المعتاد الازرق المغلوق. هز راسو على صدري بعد ما كان مفزقو بريوقو، جلس فوق الناموسية كيحك عينيه وكيحاول يفهم اش وقع وفين هو. شاف فيا وهو مصدوم، كيشوف فيا وكيشوف في جنابو وفي راسو، بحال كيحاول يتفكر كيف وصل لهنا وشنو وقع البارح. شاف حتايا باستغراب، يمكن ما تفكرش وناض للدوش. غير حسيت بيه طلق الرشاشة، حليت عيني، اكيد كيدوش ارتبكت كيفاش غادي نتصرف وشنو غادي نقول ليه. كنت كنعاملو بحقد وبكره، واليوم صبحت مسامحة ليه، اكيد مسامحة ليه من قلبي، هذا هو قراري. واخا اتخذته في موقف عاطفي، لكن متمسكة فيه، وفي نفس الوقت مصدومة في راسي كيفاش تراجعت بهاد السرعة وسمحت ليه في حقي قدام الله. جلسة وكنشوف التناقض اللي كاين في الداخل ديالي، غير البارح كنت كنكرهه أشد الكره، واليوم صبحت حنينة معاه. علاش هكا يا ربي؟ إحساس غريب، شي حاجة خلتني نسمحله لا إراديا، مع أنني باغا نكرهه من كل قلبي حيت هذا هو المنطق. لكن هاد الحاجة هي اللي منعتني البارح وأنا في حضنه، ومازال كتمنعني حتى لدابا. أسئلة كتيرة تملكتني وحيرتني على نفسي وحتى عليه. علاش عمل هكا البارح؟ علاش كان محطم؟ وعلاش عنقني؟ واش حس بنفس شعوري؟ واش خفق قلبه ليا كما خفق له قلبي؟ أسئلة كتيرة تربصتني لكن بدون إجابة. بقيت في بلاصتي حتى سمعت خطواته وهو جاي. قررت نبقى حل عينيا ونراقبه هو خارج، وعينيا غير ما كيزيدوا يتحولوا بحال أول مرة كنشوفه، لكن هاد المرة بنظرة كيغمر الحب والحنان، هاد المرة بنظرة شوق. كان خارج لابس شورت بوحدو حد الركبة، كينشف شعره وكيلويه في عنقه، شعره فازق ونازل على عينيه كيقطر على وجهه. جا غزال كيحمق، كيتمشى بعضلاته المفتولة والبارزة، البنية ديالو قوية وطولو اللي كان كيدير الضوبل مني، كان كله على بعضه ما شاء الله. كأنك هزيتي يوسف وحطيتي واحد آخر. شاف فيا وظهر وقال لي صباح الخير. أنا تصدمت ودازوا على وجهي جميع ألوان الطيف، وفي نفس الوقت فرحت في نفسي. واش هذا هو يوسف؟ صباح النور، قالها بكل تلقائية وعفوية وخلاني مبهوضة فيه، متفاجئة بهاد حسن المعاملة المفاجئة ما مولفاهاش. مشى لقدام المراية كيمسح شعره، حتى صون عليه شي حد اللي فهمت أنه غادي الكلينيك عند عمي. نقصت وسولته، شفت راسي تصرت عليه ملي عملني هكا، بحال عطاني إشارة باش ما نبقاش نخاف منه. حتى أنا بغيت نمشي نشوف عمي، دار فيا واحد الشوفة خطر، هز حاجب. حتى ندمت على سولته اليوم، صافي اليوم غادي يمرمدني ويقتلني عاوتاني بالعصا، ولكن قال ما لم يكن في الحسبان. واخا نوضي دغيا، طلقي راسك حيت راني مزروب. قلت ليه الله الله، هذا ماشي طبيعي. من البارح نوض دغيا من الفراش وجبت لبسه حجابيه ولا اروع، هو يلاه بغى يحيد الشرط باش يلبس عليه، هو يدور لعندي بسرعه البرق، خنزر فيا وحط يدو على الحيط. اجل هنا نتيا بعدا منين جاك الساروت البارح؟ انا هنا بحال تصرفقت، بديت غير كندخل ونخرج في الهضره قدامو كنتفتف، صافي تفضحت مشيت فيها. هو جاي كيقرب لعندي ملهيه وهو مخنزر وزير على يدو. ياك قلت ليك ما تخرجيش برا هاد البيت؟ منين كتسمعي؟ وشكون عطاك الساروت؟ جاوبي. انا دخلتو عليا الامور، احتجمت في بلاصتي بالخلعه، صافي اليوم يصفيها لي، ما جات حتى شي كدبه في راسي. مسكتو بها وتقول دماغي تمحى، كنستنى غير شي ضربه تنزل عليا. حتى سمعنا الدقان بالجهد، هو مشى دغيا حل. كانت هنيه مخلوعه وفي نفس الوقت مستغربه من المنظر اللي قدامها. يوسف
بهذيك الحالة وأنا يلاه نايضة من النعاس، حسيت بيها بحال لا ما عجبهاش الحال، ولكن على الأقل دخلات وعتقاتني وقالت ليه اسمح لي السي يوسف، ما قصدتش نسمع، كنت غير دايزة، ولكن الخطأ ديالي أنا البارح طلعت ليها العشاء ونسيت ما وليت سديت الباب، ماشي الخطأ ديالها. أنا في نفسي حياني عليك، قالت لك دايزة. ايوا دار شفية بنظرة شك، وأنا هزيت راسي بالإيجاب، زعما عندها الحق. ايوا شكرها وابتسم ليها وسد الباب وبقى كيشوف فيا، عارفه ما تاقشي وحاس بشي حاجه. ايوا درت براسي ولا على بالي وجبت اللبسه ديالي اللي كانت عباره على صايه طويله بالفوقاني ديالها، ويلا بغيت نحيد البيجامه، درت ولقيتو كيبدل قدامي عادي. حشمت في الاول ولكن بدلت حداه حتى انا، اصلا راه شافني ما مره ما جوج. قديت حالتي مزيان وعملت شويه ديال المكياج والعطر، اما هو لبس سبور وتفركس ونزلنا انا وياه الفطور، وغير قشعت هنيه لويت على يديه لدرجه انه هو بقى مصدوم فيا بحال كيقول من هادي. عارفاكم حتى نتوما دابا اش كتقولوا فيا بحال زعما غير كنجاكر هنيه، ولكن ما عرفتش منين عاودت لي القصه ديالها مع يوسف، خفت منها وبحال ولات كتشكل تهديد ليا، واخا عرفاها عمرها غتأذيني او غتفرق بيناتنا، لكن شي حاجه كانت كتمنعني نثيق فيها، جاكرتها وصافي.